أكتر كلمة الواحد بيحب يسمعها كلمة أنا في أجازة، عشان كده أنا جمعت لكم 10 نصايح أو 10 أفكار تعملوهم إيه في الأجازة عشان نقضي على الملل اللي بيحصل في الأجازة، لأن أنت بتبقى في الأجازة بقى قاعد على الفيس ومن الفيس تروح لتيك توك ومن تيك توك الإنستا ومن الإنستا اليوتيوب فأكيد هتحس بملل. فعشان كده إيه أنا حضرت لك 10 نصايح. السلام عليكم، عاملين إيه؟ إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. قبل أي حاجة حابة أقول لكم إن أنتوا وحشوني جدا، وآسفة إن أنا اتأخرت عليكم في الفيديوهات بس قلت خلاص امتحانات، فلما خلصت امتحانات سافرت فعشان كده ما كانش في وقت ان انا اصور، واديني اهو لما رجعت صورت على طول. وان شاء الله الفتره الجايه هنزل لكم فيديوهات كتير جدا وانتوا برضو تشوفوا حابين نتكلم عن ايه وانا اعمل لكم فيديوهات كتير قد كده. وكالعاده قبل ما نبدا اي حاجه مشروبك بقى اللذيذ كده عشان تسمعني بروقان، ولا بينا نبدا. اول حاجه خلينا متفقين ان اجازه يعني دلع، ما احنا تعبانين طول الفتره اللي فاتت دي في الامتحانات، فالاجازه يعني ندلع نفسنا. فاعملوا سكين كير، اتفرجوا على مسلسل، اتفرجوا على فيلم، اعملوا مشروب انتوا بتحبوه، قضوا كده وقت مع نفسكم، سافروا، اخرجوا، يعني اعملوا كل اللي انتوا ما قدرتوش تعملوه في الامتحانات، على ان احنا برضو كنا بنعمل كده، بس يعني الاجازه بيبقى فيه وقت اكتر يعني صح. فاعملوا كل اللي نفسكم فيه واخرجوا وشوفوا اماكن جديده، اتدلعوا كده، دلعوا نفسكم. تاني حاجه القراءه. القراءة مهمة جدا لأي شخص، سواء بقى أنت بتقرأ في مجالك بره مجالك بتقرأ روايات، المهم إنك تقرأ. خصص كده بتاع نص ساعة في يومك اقرأ فيهم، يا عم مش نص ساعة، اقرأ 10 دقايق، المهم إنك تقرأ. ماشي، لأن القراءة هتفتح دماغك كده على حاجات كتير أنت مش شايفها، وهتخلي يبقى عندنا صبر، لأن إحنا دلوقتي أصلا ما بقيناش عندنا صبر. يعني أنا لو عايزة أبحث عن معلومة همسك التليفون تك 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 على طول، من على جوجل شات جي بي تي اي حاجه هيجيب لي المعلومه اللي انا عايزها. لكن القراءه كده بتخليك ايه، عندك صبر، فبتعالج تعفن الدماغ اللي كلنا طبعا بقى عندنا تعفن دماغ. فالقراءه هتساعدك على الحته دي. ماشي، ما تنساش بقى تقرا. ودول 3 كتب هرشحها لكم لاي حد مش عارف يبدا منين. فاول كتاب العادات الذريه، كتير مننا عارفينه، واللي مش عارفه انا كده كده هحط الصوره بتاعته. الكتاب ده ببساطه هو بيتكلم عن ازاي تبني عادات صغيره تنتظم عليها كل يوم توصلك لهدفك الكبير، وبرضه هو هيساعدك ازاي تبني عادة القراءة. فأنصحك وبشدة انك تقرأ الكتاب ده لأن كتاب حلو قوي. وتاني كتاب جلسات نفسية، بيتكلم كده بلغة بسيطة وجميلة. وتالت كتاب اللي هو كتاب أبي الذي أكرهه، برضه أنصحك انك تقرأه. الكتاب ده بيتكلم طبعا عن صدمات الطفولة وعلاقتك مع باباك ومامتك وكل ده، فهيعجبك يعني. ماشي ماشي، فما تنساش بقى ايه تقرأ. ماشي اقرأ، حتى لو تقرأ كتاب واحد في الأجازة كلها، المهم إنك تقرأ، أنت بتبني عادة القراءة، فواحدة واحدة. وإن شاء الله أنا برضه هاعمل لكم فيديو قريب عن إزاي تبني إيه عادة القراءة، واللي عايز الفيديو ده يكتب لي برضه إيه في الكومنتات كتير. وتالت حاجة اهتم بصحتك الجسدية، زي إنك تنام بدري. يعني في ناس فاكرة بقى إن هي عشان في أجازة فهتنام الساعة 7 الصبح وتصحى الساعة 7 المغرب، ويا ابني أنت بتنام متأخر ليه؟ أصل أنا في أجازة. إيه الفكرة في إن أنت في أجازة إن بجد إن أنت تنام متأخر وتصحى متأخر؟ يعني إيه الفكرة؟ لأ نام عادي، يعني آخرك الساعة 12، نام الساعة 12 واصحى الساعة 9 الصبح، تبقى صاحي فايق وصاحي قادر ونمت كويس، وصلت لحتة اللي هي الdeep sleeping. لأن مش كتير مننا، يعني في ناس بتنام كتير أوي بس ما برضه ما بتوصلش إن هي نامت كويس، بتصحى برضه قرفانة وتعبانة وأكنها ما نامتش. وأنا إن شاء الله برضه هاعمل لكم فيديو عن إيه إزاي تناموا كويس وتوصلوا لحتة الdeep sleeping دي. اللي يعني عايز الفيديو ده اكتبوا لي في الكومنتات وأنا إيه في الأجازة يعني هاضبط، أنا قُلت لكم. ماشي، وتاني حاجة العب رياضة. يعني يا عم أنا مش هاقول لك روح الجيم واشترك في الجيم، أصل الجيم بعيد، أصل أنا مش قادر، لا، انزل واتمشى حوالين البيت مثلًا نُص ساعة، الصبح كده لمّا هتنام بدري وتصحى بدري انزل اتمشى هتلاقي نفسك كده قادر، قادر تعمل أي حاجة، تبقى عندك طاقة، فدي حاجة حلوة. أو شوف على يوتيوب بقى في فيديوهات كتير جدًا اللي هو رياضة في البيت، اعمل شوية رياضة كده بسيطة في البيت، عشان جسمك ما يوجعكش وتتعب وحاجات كتير أوي كده، فنتفادى الحتة دي. وكُل أكل صحّي، يعني أنت أصلًا لمّا تلاقي نَفْسك ضبطت الرياضة بتاعتك وبقيت تصحى بدري وتنام بدري والحتّة دي كده، هتلاقي نَفْسك بتاكل أكل نضيف، يعني كُل أكل نضيف كده، كُل أكل من البيت كتير، يعني بطّل بقى إنّك تقعد تشتري fast food والحاجات الوحشة دي عشان إيه، بتبهدل الجسم، فبلاش ماشي. ورابع حاجة اشرب مَيّة، بجد والله بسيطة يعني اشربوا مَيّة، وأنتم رايحين وأنتم جايين إزازة المَيّة في إيديكم اشربوا، استنوا بقى أشرب عشان أنا عطشت، وأنت وهو بتتفرّج برضه اشرب، يعني ماشي اشرب. حاسة إن في كل فيديو باقعد أقول لكم اشربوا وإن أنا أشرب، بس المَيّة مفيدة فاشربوا، ماشي. ورابع حاجة جرّب حاجات جديدة زي الرسم. في ناس طبعًا دلوقتي هتقول أصل أنا ما باعرفش أرسم، افتح اليوتيوب هتلاقي فيديوهات بتعلّم إزاي ترسم، وما بتعرفش ترسم شِف، لوّن، اعمل أي حاجة، المهم إنك تجرّب. يعني الناس اللي أصلًا بتعرف ترسم دي هي في ناس اتولدت عندها موهبة الرسم، بس لو الموهبة دي ما طوّرناهاش هي هتتدفن. فأي حاجة تقدر تتعلمها، سواء رسم، سواء تلعب جيتار، سواء مش عارفة إيه، كل الحاجات دي
قابلة إن إحنا نكتسبها، فماشي؟ فارسم لو أنت بتحب الرسم، ارسم، اتعلم إنك ترسم، اتعلموا ارقصوا، جربوا حاجات جديدة، جربوا مثلًا زي اليوجا لو في ناس ما بتلعبش يوجا، أنا جربت مرة وإن شاء الله يعني حابة برضه ألعب يوجا، الكروشيه، برضه في الكروشيه وأنا صغيرة مثلًا جيت إن أنا أتعلمه كان عندي مثلًا 9 سنين، كنت باروح لبنت عمي وهي بقى كانت ما شاء الله عليها في الكروشيه كانت بتعمل حاجات حلوة أوي، فاللي خلّاني إن أنا عايزة أتعلم إن أنا لمّا شُفت إن هي بتعمل حاجات حلوة، فرُحت وعلمتني شوية بس الصراحة ما كمّلتش، فحابة أرجع إن أنا أتعلمه تاني يعني بما إن الواحد في الأجازة. وفي الأجازة دي أكتر حاجة عايزة أتعلمها الشطرنج، يعني من صغري برضه نفسي ألعب شطرنج، واشتريت بقى الشطرنج وإيه، وإن شاء الله هاتعلم يعني. بس فجرّبوا حاجات جديدة، جرّبوا حاجات جديدة، ماشي، جرّبوا حاجات جديدة إحنا في أجازة، أي حاجة بقى روحوا اخرجوا في مكان جديد، أي حاجة جرّبوها، ماشي. وخامس حاجة اسمعوا بودكاست، سواء بقى بتسمع في مجالك، برّه مجالك، هو بيبقى لذيذ الصراحة، بيبقى خفيف كده مش بيبقى محتاج إن إحنا نركّز أوي، يعني هُم 2 بيقعدوا يتكلّموا، واحد بيقول الخبرة اللي مَر بيها، فأنت بتتعلّم منّه، بتتعلّم من أخطائه، بيقول هو مَر بإيه، كل ده، فكل ده بتتعلّم منّه، ومش بيبقى محتاج تركيز كتير، يعني مثلًا ممكن تسمع بودكاست وأنتِ بتروّقي تسمعيه، وأنتِ بتغسلي مواعين، وأنتِ بتتمشّي، وأنت بتتمشّى برضه، وأنت بتلعب رياضة، فحلو إنّك تقعد بقى إيه، حاطط الairpods في ودانك وتقعد تسمع بودكاست كتير، فده حاجة حلوة، بدل الأغاني يعني برضه ده بديل للأغاني، وأنا إن شاء الله هابقى أعمل لكم فيديو يعني أرشّح لكم فيه البودكاستات اللي أنا باحبها، بودكاستات حلو بودكاستات دي، فأنا باحب بودكاست وعي، ده واحد من البودكاست اللي أنا باحبهم، ماشي، وهاعمل لكم فيديو إن شاء الله أقول لكم فيه إيه، أرشّح لكم فيه كام بودكاست مش عارفة فيه إيه، كام بودكاست حلوين يعني. وسابع حاجة طوّر من نفسك، يعني بقى طبعًا الناس بقى اللي بتستنى الأجازة عشان تقول أنا هاطوّر من نفسي وأعمل كل حاجة، فطوّر من نفسك، وأول حاجة عشان تطوّر منها اللغة بتاعتك، يعني يا ريت الناس اللي سايبة الإنجليزي اللي هي من ساعة ما اتولدت بتقول أنا عايزة أتعلم إنجليزي، يا ريت تتعلم إنجليزي، يا ريت لو سمحت، ماشي، اتعلم إنجليزي، واتعلم مثلًا مهارة جديدة، يعني أنا الأجازة اللي فاتت مثلًا أنا اتعلمت مونتاج، اتعلمت graphic design شوية، فاتعلم حاجات جديدة، الحاجات الجديدة دي حلوة، اتعلم مهارة ممكن تجيب لك دخل. فاتعلم، اتعلم وبرضه اتعلم مهارات الsoft skills. soft skills كده اللي هي المهارات الناعمة، إحنا عندنا المهارات بتتقسم لحاجتين hard skills اللي هي المهارة بقى الكبيرة اللي هي مثلًا زي المونتاج، زي البرمجة، زي كده، والsoft skills اللي هي المهارات الناعمة اللي هي بيبقى حاجات في الشخصية بقى أنت بتنميها وكده، زي الcommunication skills زي مهارات التواصل، الbody language لغة الجسد، إزاي تفهمها وإزاي مثلًا الواحد لمّا بيعمل لك كده بيبقى قصده إيه، كل ده. عندك برضه مهارة الpublic speaking اللي هو إزاي تتكلم قدّام الجمهور، فكل المهارات دي بقت مطلوبة دلوقتي، بقت مطلوبة جنب الhard skills، يعني في ناس أصلًا بقت بتقدّم في الشركات علشان يبقى عندها المهارات دي، عشان هي عندها المهارات دي، زي طبعًا الناس اللي بتقول لك أنت بتقدر تشتغل تحت ضغط، تقول لهم طبعًا وأنت ما بتقدرش بس اتعلمهم ماشي، وأنا أرشّح لكم الplay list لقناة الزتونة الأستاذ مايكل راشد، هو شارح يعني قايل لك soft skills كتير، فأنت شوف بقى الskill اللي أنت عايز تتعلمها وشوف فيديوهات ليها أكتر، هو بس مدّيك إيه، حاجات معيّنة شارح لك الحاجة دي بتتكلم عن إيه، يعني مثلًا body language هو قايل لك إن الbody language كذا فيها 5 مهارات، فالمهارات دي فأنت بقى اتعلم بقى، اتعلم بالتفصيل، هو بس بيدّيك هو بيدّيك الزتونة، هي اسمها الزتونة، فأنت بقى إيه، ابدأ اتعمق في الحاجة اللي أنت عايز تتعلمها، ماشي، وتامن حاجة الjournaling طبعًا كتير مننا بقى يسمع كلمة journaling، 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 الjournaling اللي هي الكتابة، باختصار أنت بتكتب يومك، أنت عايز تعمل إيه أو عملت إيه. مشاعرك، بتكتب كل حاجة، بتخطّط فيها، فالكتابة يعني أنا شايفة من وجهة نظري إن الكتابة دي هتساعدك أصلًا تعرف نَفْسك أكتر، يعني أنا ما كنتش باكتب بقى لي كتير، يعني يعتبر هي السنة دي اللي بدأت أكتب فيها، فلمّا بارجع أقرأ الحاجات اللي أنا كتبتها اللي هو إيه ده! ده أنا مرّيت بحاجات كتير، ده أنا مثلًا كنت حاسة في الموقف ده اتصرّفت فيه كذا، فكل حاجة أنت بتكتبها عن نَفْسك هنا هتعرّفك نَفْسك أكتر، فالكتابة هتساعدك في الحتّة دي، وأنت في أجازة فاكتب بقى، اكتب حاجات أنت مرّيت بيها. عشان أمّا تقعد تقرأها كده تحس إن هو إيه ده، الله بجد أنا مرّيت بالحاجات دي، فأنا كنت شجاع في الحتّة دي، أنا كنت شاطر إن أنا مرّيت بالحاجات دي، وإيه ده هو أنا اللي مرّيت؟ فهتلاقي نفْسك بتتفاجئ، فاكتب، اكتبوا، اكتبوا ماشي، اكتبوا كتير بجد هتعجبكم أوي، يعني أنا ما كنتش يعني أنا كنت شايفاها ما لهاش لازمة، بس لمّا بدأت أكتب بقيت لأ، ما يعدّيش يوم غير لمّا أسجّل كل حاجة، يعني أي حاجة أنا كنت مبسوطة فيها أو حاجة أنا جرّبتها أو أي حاجة لأ، بقيت باحب أكتبها. مش عشان هترجعوا تقرأوا الحاجات دي وهتقولوا اللي أنا قُلته، بجد لإن أنا كل شوية بارجع أقرأها فهتعجبكم. ماشي، هي بتبقى مهارة برضه، كل شوية إيه اكتبوا، 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 هتتعودوا إنكم تكتبوا ومش هتعدّوا يوم غير لمّا تكتبوا، واكتبوا، اكتبوا، اكتبوا، وهي مش بتبقى محتاجة قواعد، أنت بتكتب أي حاجة عادي.
كل حاجة أنت حاسس بيها، عشان في ناس بقى بتقول لي إن أنا أكتب إزاي، أصل أنا ما باعرفش أكتب، اكتب كل اللي جواك، اكتب، 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 وواحدة، واحدة هتتعلم بقى تكتب اللي أنت إيه عايزه وتخطط فيها وكده. هي note كده صغنونة واكتب بقى فيها كل اللي أنت عايزه، بس هتعجبك، مهارة تعجبك، فاكتب ماشي، اكتب، اكتب. وتاسع حاجة يا ريت تقلل استخدام الموبايل، معلش يعني قلله. يعني أنا عارفة إن إحنا في إجازة، فهنقعد كتير نقعد بقى على الفيس، وشوية نقعد على تيك توك، وشوية نقعد مش عارفة فين وفين، هتلاقي نفسك بتقعد بال7، 8 ساعات أنت أصلًا قاعد على إيه، على التليفون. فحاول إنك تقلل الوقت بقى اللي أنت قاعده على التليفون ده. يعني مثلًا النهارده أنت كنت قاعد 7 ساعات، لأ خلّيها بكرة 6 ساعات ونُص بس. 6، أنا مش هاقول لك اقطع خالص ولا تمسحهم وكل ده، لإنك هتنزّلهم وهتقعد أكتر من اللي أنت كنت بتقعد فيه الأول أصلًا. فأنت بتقلل بالتدريج، أي حاجة عايز تقطعها يعني عايز تبطّلها بالتدريج، مش مرّة واحدة، لإن هترجع عليها وهتبقى وِحِش من الأول. ويا ريت يعني إحنا في إجازة، سيب التليفون واقعد مع أهلك. يعني أنا حاسة إن فعلًا أنا طول الوقت بابقى قاعدة في الأوضة، بقى سواء بقى باعمل حاجات، قاعدة على التليفون، فما بقيتش باقعد مع أهلي كتير. فحابة بقى في الإجازة إن أنا إيه، أقعد معاهم أكتر وأسيب التليفون، فأنت برضه اعمل كده. وكمان بقى لمّا تعوز ترسم وتعمل حاجات جديدة وكده، فإن شاء الله هتساعدك برضه إن أنت إيه، ما تمسكش التليفون كتير. والقراءة هتساعدك برضه إن أنت ما تمسكش التليفون كتير، وما يكونش عندك تعفُّن دماغي، ماشي. حاسة إن أنا قلبت لمامتك أوي، يا ريت تسمعوا الكلام، ماشي. وآخر حاجة، اشتغل، بجد يعني اشتغل، شوف إيه الفرصة اللي قدّامك ممكن تشتغلها واشتغلها. أنت في إجازة، طوّر من نفسك واشتغل شوية وكده، لإن الشغل هيعرّفك أكتر عن نفسك، وهيخلّيك بقى كده عارف اللي هو إيه، أنت عارف معنى القرش، اللي هو إيه، أنا الفلوس اللي أنا اشتغلت بيها دي أنا حاسس إن أنا تعبان فيها، اللي هو تعبان بقى وعرق جبيني فيها واللي هو كده. بتبقى ليها طعم تاني، وبتبقى تحس إن أنت إيه، عندك مسؤولية وإن أنت شايل نفسك، فالشغل حلو، ماشي. فاشتغل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب ما أكونش طوّلت عليكم. وأنتم برضه اكتبوا لي في الكومنتات إيه الحاجات اللي أنتم عايزين تعملوها في الأجازة، وكلنا بقى نشارك الحاجات اللي إحنا عايزين نعملها ونستفيد من بعض. وبس، ما تنسوش تصلّوا على النبي، والسلام عليكم.